شيكا طلع في إحدى اللقاءات وقال: انتوا عارفين ايه أصعب لحظة بتعدي عليا؟ لما بنتي بتقولي شيلني وأنا مقدرش. أنا بحس وقتها إن أنا ضعيف قوي. كذا مرة بتقولي شيلني وأنا والله العظيم ما بقدر. أنا بشيل كوباية المية بالعافية. وقال كمان إن الفترة دي بتعدي عليا صعبة قوي يا جماعة، لأني حاسس بانسداد أو نفس الأعراض اللي كانت عندي قبل ما أعمل العملية دي حاسسها دلوقتي. يعني الفكرة كلها إني ما بقتش عارف. وقال كمان إن ميعاد المسح الذري بكرة، فمش عارف أي بق مية أو أي لقمة بتدخل بطني برجعها تاني. فما بقيتش فاهم اللي أنا فيه. أنا عارف إن هو اختبار كبير، بس أنا تعبت أقسم بالله. تعبت وجسمي ضعف خالص وما بقيتش مستحمل. إبراهيم شيكا رحل، بس هيعيش في قلوبنا. وقال كمان: أنا لو مت اعرفوا إن أنا اتأثر في حق كتير قوي، أكني بشحت من الناس. وقال كمان: انتوا بتعملوا معايا كده ليه؟ يا رب، أنا مش لاقي مستشفى اتحرك ليها. فضل يتوجع، ورغم توقع الخبر عند الجميع لكنه كان خبر قاسي وصدم الناس كلها. شيكا كان لاعب الزمالك السابق، طبعا اتوفى عن عمر 28 سنة بعد صراع طويل مع مرض السرطان، خاصة سرطان المستقيم. كان بيحارب المرض بشجاعة، وعلى الرغم من شدة التعب كان بيحاول يضحك في عز تعبه. كان بيكتب للناس بنفسه إنه لسه عايش، لأن في ناس كتير طلعت عليه إشاعات وكانت بتاخد منه نسب مشاهدة عالية على حسابه وعلى حساب مرضه، وقالوا إن هو توفى وهو كان لسه عايش. عشان كده كان بيطلع ويكتب بنفسه للناس إن هو لسه عايش. وقال جملة صعبة، قال: مستعجلين لي وعلى وفاتي، أنا كده كده هموت. لكن قلبه كان حاسس. وفي فيديو طلع بيه للناس وقالوا هو بيجهش بالبكاء: لا تحزن إن الله معنا. وقال: أنا تعبان قوي، أنا كل ما كنت تعبان أفتكر الكلمتين دول: الحمد لله. أنا مش قادر أخد نفسي، شكلي هروح المستشفى تاني عشان أنا بقيت تعبان قوي زيادة عن اللازم، لأني فعلا أنا مش قادر أخد نفسي. وقال كمان: ادعولي بالله عليكم دعوة من القلب، ادعولي تعدي على خير بس. شيكا ما كانش لاعب عادي، ابتدى مشواره في قطاع الناشئين في الزمالك، ولقبوه بشيكا عشان لعبه كان بيشبه بالظبط اللاعب شيكابالا. ولعب كمان في المقاولين العرب وطلائع الجيش. ولما عرف وقتها بخبر إصابته بالسرطان قال: أنا كنت عارف والله وراضي بقضاء ربنا، أقسم بالله راضي بقضاء ربنا. الحمد لله يا رب، والله أنا راضي بقضائك، بس ادعولي يخرج منها بالسلامة، مش عايز أكتر من كده. شيكا تعب كتير وخسر وزنه وشكله اتغير تماما، ووصل لمرحلة بقى فيها على كرسي متحرك. بس على الرغم من كده كان قوي وبيحاول يفضل مبتسم. وقال كمان في إحدى اللقاءات: أنا كل يوم بقعد مع أولادي أنس وكيان وبوعدهم إن شاء الله هنخرج زي الأول ونروح نلعب في الملاهي ألعاب وألعب معاكم وابقى زي الفل إن شاء الله. كان بيتمنى كان بيتمنى إن هو يرجع أحسن من الأول عشان خاطر أولاده، عشان يفرحهم ويبسطهم ويسعدهم. لكن كان قضاء ربنا أسرع من كده. وقال كمان إن ده إن شاء الله وعدي ليهم إن هخرج بالسلامة. ناس كتير وقفوا جنبه، منه تامر حسني كفل بعلاجه، ومحمد رمضان كلمه في برنامج مدفع رمضان وقال له: قلبنا معاك وربنا يشفيك. وشيكا رد وقال: أنا مستنيك تجيلي يا نمبر 1. وقال: طبعا انتوا كنتوا مستنيين المفاجأة الكبرى في إحدى اللقاءات ليه أو في إحدى الفيديوهات اللي عملها شيكا. وقال إن دي مش مفاجأة كبرى، ده العيد الكبير وكل حاجة حلوة جت هنا. مين بقى معايا؟ فظهر وقتها محمد رمضان ودعبه بالكلام وقال له: يعني هنقوم بالسلامة؟ راح شيكا قال له: اه. وقال له: هناكل سوشي في الجو؟ رد عليه شيكا وقال له: اه. وقعدوا يضحكوا مع بعض.
وقال محمد رمضان ثقة في الله هنقوم بالسلامة، وقعد يرفع في معنوياته. زي ما احنا عارفين نص العلاج هو إن نفسية المريض تبقى في أعلى حالاتها. النفسية لو ضعيفة زي ما شيكا حصل معاه وقعد يقول أنا اتأثر في حقي، صدقوني المرض ده محتاج نفسية أولا وأخيرا. وأما محمد رمضان باسوا على راسه. وما ننساش طبعا في عز تعبه مراته كانت دايما جنبه، ما سابتوش لحظة، وكانت أقرب له من أي حد، كانت مصدر قوته وسنده الحقيقي. وقالت زوجته في إحدى الفيديوهات اللي كانوا بيقدموها، اسمع يا شيكا الكوبليه ده عشانك، وقالت انت سندي وانت ظهري وصاحب عمري كله، لما بشكي لما بحكي من غيرك اروح اقوله، ياللي مهما كبر سني هفضل عيش في ضله، يا حبيبي يا رب يخلي صوتك العمر كله. شيكا ما كانش بس لعيب كورة، كان انسان محبوب وبسيط وبيحب النادي الزمالك من قلبه، وبيحب الناس والناس كمان بتحبه بصدق. ودعني يا شيكا كنت بطل في الملاعب ومحارب في المرض، وإنسان ما يتنسيش وهتفضل عايش في قلوبنا العمر كله. ربنا رحمك ويصبر كل اللي بيحبوك. وفي إحدى اللقاءات كمان قال في ناس بعتني في نص الطريق عشان لما جيت عند العملية المهمة اللي هيدفع فيها مبالغ قالت لي معلش أنا مش هقدر أكمل معاك، مش هقدر أعمل حاجة تاني، مع إنك وعدتها من البداية إنك هتكمل معاه الطريق. وقال وهو بيبكي كلنا عارفين إن نص العلاج أو 75% من العلاج بيكون نفسيا. فجأة الكل باعني وقال لي مفيش إلا ربنا هو اللي واقف جنبي. طبعا في نهاية الفيديو أقول ده قضاء ربنا ونفذ، كل واحد وليه عمره، وتعددت الأسباب عفوا، والموت واحد. يعني ده سبب السرطان ده جاله سبب لوفاته، وده عمره وده قدره. ولازم الواحد يعيش عمره وهو راضي تحت أي ظرف، مهما كان الظرف صعب اللي بيعدي بيه لازم الإنسان يكون راضي. وهو كان فعلا إنسان راضي واحتسب مرضه عند ربنا، لكن للأسف كانت نفسيته تعبانة جدا جدا جدا، وده اللي وصل بيه الحل كده. كل اللي نقدر نقوله ربنا يرحمك يا شيكا ويجعل الجنة مأواك ويرحم